بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بوصفة المخروط، طريقة سهلة. تبعوا معايا الوصفة للأخير باش تفهموا كامل المراحل تاع اللي راح نديرهم في المخروط باش يجي مخروط ناجح معنا بإذن الله. نروحوا نبداو في المقادير. هنايا واش عندي؟ هنايا عندي 2 كيلات تاع الشيشة، قبلهم كيلة تاع فرينة، عندي هنايا كيلة مش معمرة تاع المارغرين نكملها بالزيت، كيلة غير ربع، عندي مغرف صغيرة تاع الملح، عندي مغرف تاع الاكستري تاع المزهر، عندي نص مغرف صغيرة نتاع الخميرة تاع الحلويات. روح في البولن هنايا حطيت الكيلات تاع الشيشة. من الاحسن الشيشة تعود تكون رقيقة، ما تكونش ديك الشيشة الخشينة. هنايا عندي 2 كيلات من شيشة رقيقة خلاص. عندي هنايا كيلة تاع الفرينة، راح نضيف المواد الجافة مع بعضهم، راح نضيف عليهم الملح، نضيف عليهم الاكستري تاع المزهر، راح نضيف عليهم الخميرة تاع الكاطو. راح نخلطوا هذه المكونات مع بعضهم جافة. وهنا السمن تاعنا لازم يكون بارد، ما يكونش سخون، كونوا ذوبناه وبرد معنا، خلوه يبرد. انا هذه الكيلة تاع السمن انا ما درتهاش كامل السمن، السمن درت كيلة غير ربع وضفت عليها الزيت، وهنا الزيت ما كملتش كيلة كامل، كيلة ناقص اصبع. وراح نبسس هذا الخليط مليح مع السمن والسميد، راح ندخلهم مليح في بعضهم. راح نديرهم بهذه الطريقة، راح نديرهم واحد 2 دقائق و 3 دقائق حتى تولي عندك هذا الخليط يوليك على شكل عجينة، يولي كأنك شمختيه بالماء، بصح هو راه احنا في هذه المرحلة ما استعملناش الماء. راح نديرو بهذه الطريقة حتى واحد 2 دقائق 3 دقائق، راح يدي منك 2 دقائق يولي لك بهذا الشكل، يولي عندك عجينة. كي ترميها كيما هاك ما تفتتش هذيك العجينة، تقعد كيما راه. هذه السر الاول تاع المقروط. نروح نشوفو نخلوه يريح ونروح نشوفو العجينة تاع المقروط. عندي هنايا غرس بعد ما نقيته، ضفت له مغرف تاع جلجلان، هنايا عندي نصف ملعقة صغيرة تاع الغرفة، وعندي ربع ملعقة تاع القرنفل مرحي. راح نضيف عليه 2 ملاعق تاع خليط ماء وماء الزهر، راح نعجنو هذا القرص تاعنا بهذه الطريقة. كي نديرو القرص كيما هاك الهدف منه انه القرص تاعنا راح يجينا طري وماهوش راح ينشف معانا كي ندخلوه للفرن يطيب. هنا درت له 3 ملاعق، راح نضيفوهم بالتدريج تاع الماء والمزهر، ما نضيفوهمش كامل مع بعضهم. الحين نعجنوه شويه ومن بعدها راح نضيف عليه، بعد ما نعجنوه مليح دخلنا كامل هذاك الماء والمزهر في الغرس تاعنا. في هذه المرحله راح نضيفو ملعقه تاع الزيت، وهنا انا ضفت له ملعقه تاع الزيت، وراح ندخلو هذاك الزيت مليح في القرص. وهنا انا وزنت القرص تاعي 12 غرام. هنا اللي يحب يوزن القرص تاعو، اللي يحب يدير عينه هي ميزان. وهنا نروحو للشيشة، من الاحسن سميد تخلوه يبات، راح يعطي نتيجة احسن. واذا ما خليتيش يبات على الاقل خليه يريح واحد 2 سوايع 3 سوايع. هنا راح نضيف عليه كيلة تاع الماء وماء الزهر، وهنا رايحة نعجن بالاصابع فقط. كاين بزاف ما يصلحش معاهم المغروط لخاطر يضيفوا كمية كبيرة من الماء وما يخلوهش ينشف، يبان لهم بلي راه ناشف، يبقاو يضيفوا في الماء حتى تولي لهم على شكل عجين. على هذا ما يجيهمش مليح، حتى يكونوا متبعين نفس المراحل من الاول. هنايا انا راح نكمل الكيلة تاعي تاع ماء للزهر والماء، لخاطر هنايا انا عندي الفرينة تشرب تاعي، الشيشة تاعي شربت لي كامل الكيلة، انا جاتني قد نتوما اذا عاد الفرينة تاعك ما تشربش ممكن تدي اقل من الكيلة، تخلي منها شوية. المهم انا بدات من 30 غرام العجينة، كما قلت لكم الحشو درتو 12 غرام. وانا اللي تحب دير عينها هي ميزانها، اللي تحب توزنهم كما درتهم انا. وهنا الشكل اللي تحبي ديريه تحبي ديريه كما المقروط تاعنا نديروه
القديم تحبي ديريها اي شكل. انا هنا راح نديرو شكل كعكعات وشكل سيجار. هذه الاولى راح نبداو بالكعكات، راح نحطو الحشو تاعنا بعد ما نحلو العجين وراح نخدموها بهذا الشكل، وراح نديروها كيما هكا نسكروها وراح ننقشوها. نجيبو هنايا النقاش نجو من تحت ونطلعو الفوق بهذه الطريقة. هنايا الفيديو ها موضح لكم الشكل بهذه الطريقة. راه ساهل ما تخافوش منه، اصلا اول مرة تجيكم يبان لكم راه صعيب، بصح في الحقيقة راه ساهل ماهوش صعيب. تبقاي تدوري فيها بشوية وتشكليه. وهنا اللي تحب ديرها بالطابع تاع المقروط كما كنا نديرو ثاني راح يجيها مليح. هاي الحبة الاولى تاعي، راح ندير معاكم الشكل الثاني اللي هو السيجار بهذه الطريقة. ثاني كيف نحل العجين تاعي نحط فيه الحشو تاع القرص، سكروه مليح باش ما يخرجناش الحشو. راح نديروه على شكل سيجار وراح ننقشوه بهذه الطريقة. حتسميلي النقاش في السطر الاول والعكس في السطر الثاني بهذه الطريقة. هنايا طيب كل وحدة والفور تاعها. انا طيبتهم على 180 درجة، سخنت الفور درتهم على 180 درجة. هنا يداو معايا 45 دقيقة، وكل واحدة كما دائما نقولكم على حسب الفور تاعها. كاين الفور تاعها قوي، كاين الاحسن ما تقووش النار، لخاطر اذا قويتوا النار راح يطيب معاكم من برا يتحرق ومن داخل مش راح يطيب معاكم. وهنا وهو سخون رايحين نخرجوه، رايحين نعسلوه بخليط تاع العسل وماء الزهر. هنايا انا ما درتش معاكم العسل لخاطرش كامل على بالي بلي تعرفوا تعسلوا. نعسلوا المقروط 2 مرات، نعسلوه المره الاولى اذا كنتي راح تحتفظي به تديري راح تجبديه زيد تعسليه المره الثانيه. والان وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نكون قدرت نوصلكم الطريقه بكامل مراحلها. اذا تبعتوا كامل المراحل رايح ينجح معاكم ان شاء الله من اول تجربه. هنايا راح نقسم معاكم حبه كما كل مره. شوفوا كيفاه جا طري والحشو تاعو جا معسل. هنايا انا كنت عسلته كما قلت لكم 2 مرات. اول مره ضفت له المسار، المره الثانيه ما ضفتش، سخنت العسل وعسلته. كلكم الى الملتقى مع فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.